شين بتشتغل محامية وديرين عاملة فضيحة لجوزها في فندق وهو مستخبي. شين جات لها وقالت لها اللي معاكي ده يعتبر سلاح فيها قضية، اهدي، والمستخبي يبقى اخو المحامية اصلا. وقالت له افتح علشان توقع على استمارة الطلاق، وقالت لرين امشي، ودخلت لاخوها ولقت عنده واحدة، وشين صورتها وعرفنا هو ليه كان مستخبي. بعدها بيبقوا في مكان وشين عايزاهم يمضوا على عقد الطلاق وهم رافضين. قالت لهم اقعدوا مع بعض وغيروا من نفسكم لان شكلكم كده مش عايزين تتطلقوا. بعدها يانج بيبقى مع امه وجايباله عرايس كتير وهو بيطلع فيهم عيوب وبيقول دي فضولية ودي ما عندهاش احترام للوقت واستنتها كتير وما اعتذرتش، واللي مش بتحب الحيوانات الأليفة وانا مش هستغنى عن السلحفة بتاعتي. المهم بيخلع بأي طريقة من فكرة الجواز. امه قالت له يعني انت اللي عدل، طيب لما سألوك عن طموحك في الحياة قلت لهم ايه؟ ويفتكر لما قال اكبر حلم ليا في الحياة ان اعيش في سلام واموت على سريري. امه قالت له افضل حلم ليا في الحياة ان اشوفك ناجح ومؤسس عيلة، انت فاشل في حياتك وعندك 28 سنة. وسابها وراح يضارب في الاسهم وامه مش عاجبها شغله، وقالت له الناس بتقول عليك مريض وانطوائي وبيكسب في الاسهم، وبيكلم السلحفة بتاعته وقال لها هجيب لك اكل كتير وامه هتتهبل. وشين بتروح مكتب المحاماه اللي شغاله فيه، اتصلت بيها هوي صاحبه المكتب وقالت لها بنت نائب مدير نقابه المحاميين عينتها عندك واسمها وو، اهتم بيها، شغله بالواسطه يعني. وهوي قالت لها جوزك رجع من السفر ولا لسه؟ شين قالت لها راح سلوفاكيا. وشين بتمسك صورتها مع جوزها وتفتكر يوم ما كانت بتقدم في الشركه، وهوي قالت لها انها مش بتوظف الا بنات متجوزه، واستاذتها قالت ان شين متجوزه وجوزها بيسافر كتير بسبب شغله. بالليل هوي عامله حفله لعيد جوازها وشين بتحضر، وهوي قالت لها هعرفك على لان رئيس جمعيه اداره الاعمال وعايزاكي تبقى على علاقه جيده بيها علشان تكوني محاميه الشركه في المستقبل، وان عندها معلومات انهم هيغيروا المحامي بتاعهم ومش بيشغلوا معاهم الا ستات متجوزين، لو نجحت هتبقى شريكه معانا في الشركه. وبتتعرف عليها وشين بتحاول تتقرب منها علشان تبقى المحاميه بتاعتها. ويانج بيوصل الحفله وهوي لما شافته قالت له يانج انت جيت امتى؟ اول مره اتقابل معاك. وهو مش فاهم حاجه. وهوي راحت لها وقالت لها جوزك هنا، وشين بتبص له وهو مستغرب وبتعمل تصرف غريب. وهوي قالت لها الناس بتتفرج عليكم، روحوا غرفه. في الغرفه قالت له انت دخلت هنا ازاي؟ قال لها دي حاجه شخصيه اقول لك عليها ليه؟ قالت له عرفك على نفسي انا شين شو. وانت يانج؟ قال لها ازاي عرفتي اسمي؟ وايه اللي انت عملتيه ده؟ ممكن تشرحي لي؟ قالت له انها جابت صوره ليه من على النت، وقالت ان جوزها علشان تعرف تشتغل لان الشغل بيرفض البنات اللي مش متجوزه، وما تقلقش مش هستخدم اسمك في حاجه غلط، ولولا الصدفه دي ما كناش هنتقابل اصلا. قال لها ايه اللي يضمن لي ان كذبتك مش هتاثر على مستقبلي؟ وشين بتسجل كلامه وقالت له اعمل ايه؟ قول طلباتك. قال لها نتطلق. ولام بتعرف هوي على جو وبتبقى بنت اختها واشتغلت جديد معاهم في الشركه، وبنت تينيكا، وهوي خايفه تضيع الشركه منها بسبب البنت دي، وهي وجوزها بيدوروا على معلومات عن البنت دي وبتتاكد انها بنت اختها فعلا وبتبقى قلقانه منها. جين جوزها قال لها الشغل فيه مفاجآت هنعرف نتعامل معاها. ويانج قال لشين قدامك 3 ايام وتعرفي الناس اننا هنتطلق، وعمل عقد بينهم. قالت له الاتفاقيه دي سريه بيننا لمده 3 ايام، ما تجيليش الشركه ولا تتواصل مع اصدقائه. واتفقوا. ويانج امه بتطرده من البيت علشان رافض الجواز وبيروح فندق قدام البيت، وابوه قال لها الولد هيتبهدل. قالت له ده عيل متدلع مش هيروح بعيد، هتلاقيه في الفندق اللي قدامنا وشويه وهيجي ويقول لنا انه موافق على الجواز. الصبح شين مع هوي وعايزه تقول لها انها هتتطلق وخايفه انها تطرد من الشغل. ويانج بيشتكي لصاحبه وقال له يا عم اتجوز وراح دماغك، وانت بقيت شخص انطوائي ليه كده؟ انت كنت ايام الدراسه الاول دايما، انت ممكن تشتغل براتب كبير. قال له انا بحب شغلي دلوقتي ومش عايز اسيبه. صاحبه قال له اهلك قلقانين انك تفضل عازب للابد. قال له انت عايزني اكذب عليهم؟ هو الواحد لازم يكذب علشان يعرف يعيش ويشتغل؟ وقال لنفسه هي بتعمل كده برضه. وصاحبه مش فاهم حاجه. في الشركه ليه تبقى محاميه وبينها وبين شين خلافات بتطلب شغله من وو. قالت لها انا بشتغل مع شين. بعدها زميلتها قالت لها ما تعمليش مشاكل معاها، هي بينها وبين شين خلافات وكلنا هنا بنتعاون مع كل المحاميين. وشين بتجمع معلومات عن جاو ومجمع المكتب كله عندها، وعرفت ان طليق جاو كان المكتب بيترافع عنه في قضيه الطلاق. بعدها بتقول له هوي هي شخصيه مغروره لكن مسؤوله وادارت 22 ماراثون قبل كده، وبتكره ان حد يخدعها، واظن انها مش سعيده بينا بس في نفس الوقت ما رفضتناش واتقابلت معانا، يعني لسه عندنا امل. وجاو بتوصل وهوي قالت لها انا اسفه لسه عارفين اننا كنا مع طليقك في المحكمه. جاو قالت لها ده شغلك مش محتاجه تعتذري الا لو ضميرك صحي. شين قالت لها احنا مش بنعتذر على شغلنا، بس ممكن يكون كان قلبنا بارد في تعاملنا مع القضيه علشان كده بنطلب منك تسامحينا. قالت لهم انتوا بتهتموا بشعور منافسكم ولا ده علشان انا بنت اخت لان؟ شين قالت لها علشان الاتنين وعلشان نكون صراحة معاكي احنا عايزين نتولى الشؤون القانونية للجمعية.
جو قالت لهم ده جمعية صغيرة مفيش عندنا مشاكل قانونية كبيرة لشغلكم وهتضيعوا وقتكم معانا. شين قالت لها ان الفلوس مش مهمة بالنسبة لهم، اهم حاجة اسم وسمعة السيدة لان. جو قالت لهم قابلت شركات محاماة كتير لكن انتم صراحة جدا. شين قالت لها اننا فعلا كده ويا ريت تعطينا فرصة للمنافسة بشكل عادل. قالت موافقة بس بشرطين تقدموا خدماتكم للجمعية بالمجان وتساعدوني ان نرجع ال 12 مليون وان من طليقي. شين وافقت انهم يقدموا خدماتهم القانونية ببلاش، لكن انهم يرجعوا ال 12 مليون وان ده صعب لانهم هيخدعوا عميل عندهم. جو قالت انا افضل اشتغل مع حد نزيه وما اشتغلش مع حد ذكي، لكن انا عايزه المحاميه ليه هي اللي تتعامل معانا، لان انت يا شين عندك سرعه انفعال وده ممكن يضر الشغل. وشين بتبقى زعلانه وهو يعطتها 3 ايام اجازه تقضيها مع جوزها. وليه بتوزع على الموظفين شاي بلبن علشان الشغل الجديد. ويانج بيكلم امه وقالت له شوف لك بيت تاني تعيش فيه، وبيكلم ابوه اللي بيبقى خايف من امه وقال له امك جاده المره دي لازم تسمع كلامها. ويانج قفل الاتصال وبتكلم حبيبها وبتحكي له على شغلها. وبعدها بيبقى معاه واحد وبيتابع اخبار السيده لان وشكله هو كمان بيشتغل محامي. بعدها زميلة وو قالت لها شين عايزه الوثائق الخاصه بلان وتعطيها لها بشكل سري. ويانج يفتكر وشين قالت له انه كان في استراليا ونشر صور ليه وعجبتها وعملت له متابعه من وقتها، ودخل على موقعه بيطلب يأجر حبيبة علشان عنده خلافات مع أهله. بعدها زميلة وو أخذت الوثائق وبتقدمها لشين على أساس إنها هي اللي جمعتها. شين قالت لها أنت نسيتي تسجلي إن لان في رحلة دلوقتي. بعدها وو دخلت وقالت أنا نسيت أسجل إن لان في رحلة دلوقتي وهترجع بكرة وعازمة ناس في الغرفة التجارية ولازم تحضري يا سيدة شين ومعاكي زوجك. وشين بتوافق واعطتها اسم زوجها. راحت ليانج مكان وقالت له شفت منشورك على الموقع وجيت لمساعدتك ما ترفضنيش. وبيمشي ويركب العربية مع صاحبه وشين وراهم. يانج قال لها في عقد بينا وانتهت الأمور، وصاحبه مش فاهم فيه ايه. ويانج قال لها مش بثق في حد بياخد الكذب طريق لتحقيق أهدافه. قالت له أنا مش عدوتك، نشوف حل يكون مربح لينا احنا الاتنين. في الملخص ده اعطيتكم فكرة عن المسلسل بشكل عام، وهو 40 حلقة بيتعرض من الاثنين للخميس. فلو عجبكم المسلسل هنكمل في ملخصاته.